هو انت خايف تفقد وظيفتك وايه الامر بالنسبه لكاريرك؟ امتى الشخص ده يقول انا عندي اضطراب وسواس قهري، انا محتاج علاج؟ انا اسمع الكلمه دي ما نمشي لبكره الصبح. بتسعى للفقد عشان خاطر ما تتعلقش، عشان بعد كده ما تخافش من الفقد. ان مم. لما يبقى عنده ضيوف بيسيبهم، مم. وبعدين يقوم كده قدام الضيف ويروح عينه تيجي فيروح عشان يظبط الفاز. مم. طب الضيف اللي قاعد عندك ده اعمل ايه دلوقتي؟ امشي حالا ولا هروح فين؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست 9 على 10. الحلقه النهارده هتكون في موضوع كلنا بنتفق عليه وكلنا بنواجهه بشكل يومي، بشكل لحظي، بشكل اسبوعي، بس كلنا بنواجهه، كبار وصغيرين. الموضوع ده هي مشكله ملهاش حل بس ليها اداره. وعلشان نعرف حقيقي ازاي ان احنا ندير المشكلة دي ونبدأ نتعايش معاها وناخدها من الجانب السلبي الى الجانب اللي هو يبقى اكثر عملية، فاحنا النهاردة هنتكلم مع المتخصص الحقيقي في حاجة زي كده. اهلا يا محمود اهلا يا محمد. في البودكاست بتاعنا النهاردة. السؤال الاول، عرفنا بنفسك زي ما تحب الناس تعرفك. طيب، هو أنا اسمي محمود نجم، استشاري في الطب النفسي. عشت الجزء الأكبر من حياتي في ألمانيا. دلوقتي بعيش كابيتال جديد خالص من حياتي في الإمارات. مبسوط قوي بفكرة إن أنا بخوض تجربة جديدة بخبرات، بعضها فاليد وبعضها لسه محتاج يتعمل له أبديت. ولأول مرة في حياتي أبدأ أخش عالم الميديا لما جيت هنا. يعني فترة قعدتي في ألمانيا كلها احنا بنشتغل بس شغلنا وبس. لأول مرة أبدأ أقف قدام الكاميرات أتكلم، أقدم حاجة للناس من خلال الميديا، وده شيء بالنسبة لي جديد ولطيف. طيب دي اتمنى دي تكون تجربة كويسة في الميديا واحنا بنجربها اهو مع بعض لأول مرة. احنا النهاردة هنتكلم عن الخوف، بس قبل ما نطلع ونشرح الخوف للناس انا عايز اسألك، انت كونك طبيب نفسي او سايكاتريست، فانت بتخاف ولا لا؟ طبعا لازم، بتخاف. طبعا بخاف وبقلق مم. وبتوتر، دي مم. درجات. ودي مهمة قوي، لأن القلق او التوتر، خلينا نبدا بالتوتر الاول. ده مهم لان بيديك الدافع والرغبه في ان انت تتجهز كويس، تحاول تعمل احسن ما عندك قبل حاجه معينه. ده اللي هو بنسميه التوتر مم. الايجابي اللي احنا كلنا بقى محتاجينه. مم. يعني انا مثلا عندنا ميعاد النهارده، مم. انا عايزه اجي في ميعادي. مثلا. مثلا مثلا. فبيبدا يبقى عندي حاله كده من التوتر، مم. اللي هو انا محتاج 25 دقيقه، ممكن يحصل عطله في الطريق، فيبدا الادرينالين يشتغل، ابدا امانج الوقت عشان اوصل في ميعادي. فده مم. توتر ايجابي اهو تمام. ومحتاجينه. القلق اعلى شويه، مم. لان القلق بيبدا يدخل الانسان في مرحله من ان هو مم، قبل الخوف بشويه، من ان اللي هو مرتبه اللي هو محضره اللي نفسه فيه مم. ممكن ان هو ما يحصلش، ما يظبطش. مم. فيبدا يبقى عنده درجه من درجات القلق. مم. ثم نخش بقى على الحته الاكبر اللي هي الخوف. لا، الخوف بقى هو حالة من شعور داخلي ان انا ممكن ما اوصلش للتوقعات اللي انا عايزها، ما اوصلش للحاجة اللي انا بتمناها زي ما هي، او انا خايف ان اللي انا وصلت له يروح مني. يعني هو في خوف ان انا اوصل، وفي خوف بعد ما وصلت اني اخسر اللي وصلت بالظبط له. كده. وهرجع لك تاني يا محمود، وانت بتخاف. طبعا لولا القلق اه. والتوتر والخوف، اه. لولا ان انا عندي محركات جديدة او مم. بنزين جديد مم. بيخليني ان انا اوصل للاهداف اللي انا عايزها، سواء كانت بسيطة خالص او حتى لو كانت كبيرة الله، يعني الخوف ده شيء صحي. جدا. امال ليه عندنا كلمة كده في اللغة العامية، ما تخافش؟ ايوه، هو هنا بقى بيقصد الخوف السلبي او الخوف المرضي، اللي اه. هو يبدا. احنا عندنا في المنحنى بتاع الستريس اه. او القلق او التوتر اه. والبرفورمانس. اوكي.
هو بيبقى عامل زي الجرس كده، اه طول ما التوتر بيزيد في الإطار الصحي بتاعه اه يبقى أنا بوصل البرفورمانس بيزيد. اه طب لو زاد بقى مم. عن الدرجة الصحية بيبدأ البرفورمانس ينزل، مم. وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو الخوف اللي اه يبدأ يقلل من تركيزك، مم. من إنتاجك، من قدرتك على تحمل الضغط عشان تفضل تحت التركيز والإنتاج المطلوب منك. طب محمود، لما بتخاف، انا بتكلم عليك انت دلوقتي، أيوة. لان شوف، هي الفكره مش ان انا اقعد ادي دروس للناس. الفكره ان احنا جزء من الناس، واحنا بنعيش التوتر وبنعيش الخوف والدكتور بيجي له برد وبيجي له وجع في بطنه وبيجي له الضغط وبيجي له يعني حتى دكتور القلب بيبقى عنده، يعني فكلنا بنعيش نفس المشاكل. ايه لما بتخاف اكتر حاجه بتحاول تحرص انك ما تخسرهاش في نفسك؟ أهم شيء هو الدرجة المهمة والتسليم بفكرة إن ممكن توقعاتي ما تحصلش كلها، امم أو ممكن ما تحصلش خالص. امم أهم جزء في القدرة على السيطرة على الخوف إن يكون عندك خطط بديلة. امم الفكرة بتاعتنا إن احنا كنا بنقول لها ما تحطش البيت كله في سلة واحدة. صحيح. لو أنت حطيت البيت كله في سلة واحدة هتخاف ولا لأ؟ طبعا. طب لو أنت حاطط 4 هنا و3 هنا و5 هناك، امم هيبقى دايما عندك شعور داخلي إن أنا عندي بلان بي وعندي بلان سي. امم فده مهم للحفاظ على درجة الاتزان امم وخوض معارك الحياة وخوض المهام اللي أنا عايز يمكن أنفذها من غير ما أبقى خاضع للخوف السلبي. فدايما وإحنا بنخطط في حياتنا حاول تفكر في بلان بي مرضية، امم بلان سي مش بطالة، وبلان دي أقدر أتعايش معاها. لو قدرنا نوصل في ده، وده طبعا في الحاجات المهمة بالنسبة لنا، هيبدأ الخوف يقل، هنبدأ نعيش في إطار التوتر العادي اللي هو الإيجابي. وده أهم حاجة أنا بحرص عليها عشان أفضل محافظ على درجة الخوف إن هي تبقى في الإطار الإيجابي الصحي مش السلبي. محمود، مش كل الناس عندهم ان القدرة على المخ التحليلي طبعا. والتخطيطي، ان انا اعرف اعمل سيناريو اولاني وسيناريو تاني وسيناريو تالت، او بلان A وبلان B وبلان C. خلاص. وبالتالي هو ماشي كده، او الشخص ماشي في ملكوت الله زي ما الدنيا بتاخده. خلاص. فاحنا صعب ان انا اعرف اخطط الخطة ألف وخطة ب وخطة ج، ولكن هو الخوف ده ينفع شيء نتخلص منه؟ طبعا نتخلص من الخوف؟ تتخلص منه مش بس بالضرورة إن أنت يبقى عندك بلان A وبلان B وبلان C، بتغيير المفاهيم. يعني مثلا مم. لما بيجي لي حد يقول لي أنا خايف أفقد وظيفتي، فهو تمام. بيتفاجئ إن أنا بقول له، برد عليه بالسؤال ده بسؤال تاني خالص. مم. هو أنت خايف تفقد وظيفتك وإيه الأمر بالنسبة لكاريرك؟ اه فهو يستغرب قوي من السؤال ده، يقول لي مش فاهم. صح. اقول له يعني وارد جدا تفقد وظيفتك، اه لكن ده مش معناه ان انت بتفقد كاريرك. على فكره اه السي في بتاعك اه اللي فيه خبراتك اه وان انت اشتغلت هنا وهنا وهنا، اه ده هو. دي بقى بلان بي اللي احنا بنتكلم اه عنها. بلان ايه انا عايزه اكمل في الوظيفه، صح؟ صح. لا طبعا. لكن بلان بي اللي هو التفكير، هنا اه بقى انا بغير ايه؟ بغير المايند سيت، طبعا. بغير المفاهيم. طبعا. انا كاريري محافظ عليه، مم. فده معناه ايه؟ مؤلمه ان انا افقد الوظيفه، بس مم. انا عندي لسه السي في اللي اقدر اقدم بيه والاقي فرص تانية. مم. فهنا بقى فكرة تغيير المفاهيم، بعيدا عن ان انا احط كونكريت يعني البلانز اللي هي مم. هتريحني، لا، تغيير المفاهيم ده بيساعد كتير جدا في ان انا برضو ابقى حاطط الخوف تحت السيطرة مم. واجي ابدا اتخلص منه. لان انا لو حطيت الفكرة في الاطار ده مش هيبقى عندي خوف خالص، يبقى عندي قلق. في وصحح لي المعلومة، عندنا ماسلو مظبوط. عمل هرم الاحتياجات، صح؟ قاعدة الهرم بتاعت الاحتياجات دي اللي هو الأمان، خلاص، وأعتقد الأكل والشرب. دي القاعدة، دي القاعدة. الاحتياجات البيولوجية، أيوة. الاكل والشرب والنوم، أيوة. والستيب 2 آه الامان. وفي الأمان. وفي خناقة بقى في الموضوع ده، صح. صح. لان حقيقة الامر لو انا جعان، آه اللي هي في الستيب 1، صح. جعان آه وبعدين بدأت آكل آه وبعدين لقيت أسد جاي هاجم عليا، آه هجري.
طبعا. فده يخلينا نخش في ديبيت، هو الامان قبل الاحتياجات البيولوجيه ولا لا؟ صح. مم. هو الأمان ولا غريزة البقاء؟ ما هما الاثنين، يعني غريزه البقاء بتشمل ان انا ابقى حاسس بالامان، اه فهو هم حطوها في مصطلح السيفتي، صح. الشعور بالامان. او security او الانسكيورتي هو عكسها. لو بالظبط. طيب هنا لو هو ده اساس، يعني اساس الهرم هو الاحتياجات بتاعتنا، الاكل والشرب والبقاء، ما هي دي الحاجات اللي احنا في الطبيعي بنخاف عليها. طبعا. ولو انا ما خفتش على الكلام ده، ما انا ضد كوني انسان او بشري، صح؟ اكيد. اذا الخوف شيء محمود يا محمود، فطري. ايوه. صح مظبوط. وسليم، ولا ازعل ان انا خايف. خالص. وكوني راجل شيء لا يعيبني اني اخاف. خالص. اللي هو انت مش راجل ولا ايه؟ انت خايف؟ انت فين الرجولة؟ لا، هو انا راجل وخايف على فكرة، عادي يعني، ما فيهاش حاجة، ما خاف. طبعا. بس ازاي ما يبقاش الخوف هنا مرضي وياخدني في سكة من ان انا اتطور لان انا اتدهور؟ طبعا. هفكرك بقى بحاجه. زمان اتفرجنا على اجزاء رأفت الهجان. مم. الجزء الاولاني مم. كان ضابط المخابرات وهو بيدربه، فبيقول محسن ممتاز. محسن ممتاز، اه فكان بيقول له انا خايف يا محسن بيه. اه قال له طالما خايف اه يبقى لازم هتنجح. ولو انها مش شرط يا لا. محمود بيه. فهو كان يقصد ايه؟ ان اه هو لو خايف الخوف الصحي اه اللي هيخليه تركيزه يزيد، مم. ملكاته كلها تطلع، مم. فيبقى ده هيبقى مقومات النجاح. مم. فمهم جدا ان احنا نبقى شايفين المعنى ده مم. جوانا. مم. و يعني النقطة اللي انت قلتها مهمة قوي، ما نتكسفش منه. مم. لا، انا عادي جدا ان انا اخاف مم. واقلق، مم. لان هو ده اللي هيحرك جوايا كل الاحتياجات اللي انا عايزها عشان انجز المهمة اللي انا عايزها او اتجاوز الصعوبات اللي قدامي. مم. فبالعكس ده حاجة صحية، ولازم يبقى المايند سيت بتاعنا مم. فاهمها، بس مدرك بقى تاني اهو مم. ان العلاقة بين الخوف والتوتر والقلق مم. هي علاقة طردية لغاية نقطة معينة، اللي هو المعدلات الصحية والسليمة للتوتر والخوف. لو زادت البرفورمانس بيبدأ يقل زي الجرس كده. مم. فأنا بقى لازم أبقى أوير فين الحد الفاصل اللي ما يدخلنيش في الحتة دي. طيب انا هلمس اسلاك الكهرباء شويه. انا ازاي اعرف ان انا الشيء او الخوف اللي عندي او انا مش عارف اسمي الشيء؟ ما هو انا النهارده انا اقدر اقول ان انا مريض، عندي حاجه بتوجعني، بشتكي من شيء، فانا مريض قلب، بطن، عندي بقى دكتور بطنه، دكتور قلب وصدريه وما شابه. لكن ازاي اعرف ان انا محتاج اجيلك علشان انا خايف؟ ازاي احدد ان انا بدأت اخش في الحته المرضيه، صح كده؟ ازاي اعرف ان ده مرض؟ ببساطه شديده جدا لما ابدا حياتي تعطل. سهله ايه؟ ازاي؟ لما ابدا الاقي حياتي بتتعطل. اشرح لي اكتر بقى. بالظبط. اه ناخد مثال. في ناس عندهم جزء اوبسيسيف كده، اللي هو الجزء التفكير الزايد، والرغبه في الوصول يعني اعلى درجه من البرفكشنزم. كويس. اه فبيحاولوا يخططوا بالظبط قوي وياخدوا احتياطاتهم قوي عشان هم ايه؟ قلقانين. امم وهنا هتيجي الرابطه ما بين القلق وبين امم الاوبسيشن مثلا. امم امتى الشخص ده يقول انا عندي اضطراب وسواس قهري، انا محتاج علاج؟ لما تبدا حياته تقف، يعني يروح الشغل يركن العربيه امم وبعدين ينزل وبعدين يبص لها كده، لا مش مظبوطه بالظبط في او طالعه من فيركبها تاني ويظبطها، يقعد في القصه دي ساعه الا ربع. ده حقيقي بيحصل الكلام ده؟ طبعا. امم عبال ما يطلع فوق اصبح هاف داي امم او بقى فيه مشكله، بس هو مش قادر. امم ده بدات حياته تتعطل ولا لا؟ امم لو هو بيحتاج ده فبيصحى بدري شويه وبيروح بياخد له 5 minutes ينزل ويظبطها مره، لكن فاين بيوصل في ميعاده والدنيا ماشيه. هل ده لازم يحتاج يروح لدكتور؟ لا، مش بالضروره. الشخص ده لما بتروح له البيت تلاقيه ماشي كده، يخش من الريسبشن يوم جاي ظابط وكأنك شايفني يا محمود. عامل كده تكه كده يظبط. اه دي كلها درجه عاديه
طبيعية اه من درجات النظام، الحفاظ على النظام، لكن ما وصلش لمرحلة ان حياته بتقف بسبب ده. ان امم لما يبقى عنده ضيوف بيسيبهم امم وبعدين يقوم كده قدام الضيف ويروح عينه تيجي فيروح عشان يظبط الفاز. امم طب الضيف اللي قاعد هناك ده، اعمل ايه دلوقتي؟ امشي حالا ولا اروح فين؟ هنا بقى في مشكلة، صح كده؟ ببساطة شيء هو ده دايما دي سؤال مهم قوي عشان المشاكل النفسية امتى نروح للدكتور. اه دي نقطة مهمة جدا. لما ابدا احس ان حياتي بدات تتعطل. ولا هيأثر على حياة الناس تأثير يخلي الناس بتشتكي. اهو. ما هو انا في حياتي انا اللي اتعطل. بشوف في حاجة انا اللي ممكن احس بيها، تمام. لكن في اوقات انا مش قادر احس بنفسي. ما تمام. عنديش الوعي الذاتي او الوعي النفسي ايوه. ان انا عندي علة ما، عندي مشكلة. لكن ممكن الناس اللي قدامي يجوا يقولوا لي يا اخي اكشف، ولا شوف دكتور، ولا شوف حاجة، المشكلة دي بقت بتزيد مأثرة عليك وعلينا. شفت بقى، عليك وعلينا، اه لان الانسان في جزء من حياته خاص بذاته هو فقط اه وفي جزء خاص بالاخرين. اه فهنا هيبدا الاخرين يتاثروا. مم. يعني هو طول ما هو قاعد في البيت مم. بيظبط الفاز اه ولا مش عارف ايه، اهلا وسهلا. اه ما ازعجش الناس في حاجه. اه لكن لما يوصل ان تبقى الناس بتزوره في البيت اه فيقوم ويسيبهم مم. ويعمل السلوك ده، لا ده مم. شيء مزعج. مم. ومن هنا بيبدا نقطه الناس تكلمه. مم. فهو الفكرة كلها بتيجي من ان حياته في مم. الجزء المتقاطع مع الاخرين مم. بيبدأ يتعطل. مم. ومن هنا بيجي فكرة ان لا، محتاج اسمع. لو حد قال لي في مشكلة خليني اروح بقى للمتخصص، وهو هناك عنده مقاييسه. مم. زي لما ابقى انا حاسس ان انا ربما اكون سخن. ربما. ربما. مم. مين الفيصل؟ الترمومتر. مم. صح كده، مم. نروح ونقيس. مم. فالدكتور والمتخصص او الثيرابيست عنده ادواته اللي هيقدر يحدد بيها اذا كنا احنا في الجزء ده، في الحته دي، ولا بدانا نخش في جزء محتاج علاج. من الحتة دي هلعبك لعبة. ايوه. بص يا سيدي، السؤال اللي جاي هو لعبة. خلاص، هتقول حاجة من اتنين: اوفر او اوكي. اوفر رياكتنج اوكي. او السيتويشن ده اوكي. انا هديك موقف ونشوف الموقف ده هل ده في نوع من انواع المبالغة، مهم. ان ده اوفر رياكتنج وده خوف بزيادة، او بين قوسين ممكن نطلق عليه ان التطور للحالة دي هو الخوف المرضي، اوكي. او ده اوكي الخوف العادي الطبيعي اللي مخلوقين عليه بطبيعته. تمام. تمام. في ظروف اللي احنا فيها دلوقتي، من اخبار سيئة، من حروب، من واحد قاعد فاتح السوشيال ميديا كل 5 دقايق يفتح يبص، مستني الخبر، مستني يشوف حاجة حصلت ولا لأ. قاعد وسط ناس، قاعد لوحده، قاعد بياكل، قاعد بيعمل، كل شوية يفتح يشوف فيه ولا لأ. هل ده شيء طبيعي؟ اوفر ولا اوكي؟ اوفر. اوفر. طبعا، لانه بدا ياثر على حياته. ايه هو التأثير هنا على حياته؟ التاثير هنا ان هو قاعد مع الناس فاتح تليفون. هو المفروض لما يبقى قاعد مع الناس ويسوشيالايز اه يدي القعده حقها، يدي حق، يعني يدي ذاته هو اه في القعده. اه تمام. فهنا خلاص بدات حياته تبوظ، امم لان هو طول الوقت قاعد مستني خبر ما. اه ثانيا، لو افترضنا ان في اخبار سيئه جايه، امم طيب ما هو الاخبار السيئه دي هناخد وقتنا في فهمها، امم في ادراك تبعاتها، اه وبعدين اشوف انا هتعامل معاها ازاي. امم ففكره ان انا عمال اتعاطي مع الخبر، هيحصل الحاجه هتحصل ولا لا، امم عادت عليا انا بايه ايجابي في حياتي؟ هي اه بوظت لي بقيه التفاصيل بتاعت حياتي اه وقدرتي على ان انا استمتع بحاجات حتى لو كانت صغيره، حتى لو كان فنجان القهوه. انا شخصيا بشرب شاي بلبن. مثلا. انك تقعد كده وتشرب كوبايه شاي بلبن اه لمده 5 دقائق، اه تدي لنفسك فيها اه المديتيشن اللي انت محتاجه. اه انت متخيل ان الشاور امم امم ميه السخنه كده، امم وان انت تقعد 10 minutes في امم الشاور تعمل مديتيشن امم وتتبسط بالميه وبالتفاصيل دي، امم دي من الحاجات اللي تأثيرها إيجابي جدا عليك. امم فأنت لو كل شوية أنت خلاص فيكسد على النقطة دي، امم التفاصيل دي مش هتحسها خالص. وهبقى على طول متوتر. على طول خلاص. لما حد يجي يقول لي
الحق، ده في خبر كذا 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 في العالم، ها، مش في بيتي، في العالم. طيب صوت، يعني ايه صوت؟ يعني ده التأثير بتاعه او الامباكت بتاعه عليا النهارده ايه؟ هيكسبني في شغلي، هيجيب لي شغل جديد، هيعمل لي دخل جديد؟ لا. هياخد من دخلي النهارده او هيأثر على بيتي، مش هيبقى فيه احتياجات بيتي موجودة؟ لا. هيخليني النهارده ما انامش طول الليل عشان حد واخد اوضتي قافل عليها؟ لا. طب ما هي لما كل حاجه ما اتغيرتش عندي في بيتي النهارده، وبالخبر ده ممكن بكره برضو ما تتغيرش، بالظبط. هل في ليه انا اهمه؟ الحاجه التانية، هو الخبر ده انا في حاجه في ايديا اعملها عشان اغير حاجه، ولا الحاجات دي جايه لي من بره؟ هل ده استهتار؟ خالص، ده التعاطي الصحي مع ستريس الحياة ومتغيراتها. اه. هو ده. بس اسيب كل ممكن شيء لوقته. يتقال عليك ده انت بارد يا اخي. البرود الصحي، والله لما ابقى بارد. هو في برود صحي اه وبرود طبعا. غير صحي؟ اه طبعا. طب ما حتى الب... هنا هنسمي بقى البرود ده على هواياتنا احنا وعلى لا غاياتنا خالص احنا. خالص. اه. كان في زمان في مسلسل لقاء التاني اه. بتاع محمود ياسين وبوسي، اه. التتر الشهير بتاع اه. حتى عمر خيرت، لما تتلاقى الوجوه ولما مرتين. تتلاقى الوشوش ايوه مرتين. الوشوش. كان في حلقة على الموضوع ده، اه. على هو كان بشكل او باخر يعني خلينا نقول التيمبو بتاعه عالي شوية، اه. وهي بوسي كان التيمبو بتاعها هادي. بطيء. فحسوا ان هم مش مبسوطين، اه. انفصلوا. اه. هو راح ارتبط بكاتبة اه. عالية جدا بقى قوي، اه. وهي بقت شايفاه انسان بطيء جدا. جدا. وهي راحت ارتبطت بحد تاني بارد جدا، اه. لدرجة ان هي المفروض متفقة معاه عشان يروحوا اه. ياخدوا الشقة اللي المفروض هيتجوزوا فيها. اه. فجالها متأخر 3 ساعات، اه. فبتقول له الشقة راحت، قال لها ما تروح. اه. عشان يوصلوا في النهاية ان هم يرجعوا لبعض تاني، اه. ويكتشفوا ان هم الانسب لبعض. اه. فده درجة من درجات البرود اه. اللي مش كويس، اه. ان انا بوصل ان انا بسيب فرص تروح مني. لا أبالي. لا أبقى دي لا مبالاة. اه. تمام. يعني ما هو مش الهدوء او التعامل مع الاشياء بهدوء او بحجمها الحقيقي، ولكن التعامل مع الاشياء باللامبالاه. يبقى اه. في هنا درجة من درجات خلينا نقول الانكار او ايوه. التجاهل، ودي اه. حاجات مرضية هتأثر على حياتي. طب ما هو الانكار ده جزء من بروسس بتحصل لنا وقت، آه معرفش هل هي وقت الكارثة او وقت الحدث الجلل، ان اول شيء احنا بنواجهه هو انكار الحدث. بالظبط، ده احد الحيل النفسية اللي ربنا اه. حاططها فينا عشان نقدر نتعامل مع المواقف الصعبة ما ننهارش. يعني الانكار الحدث ده شيء صحي؟ في بعض اوقات، مش بتكلم في المطلق، لحظة حدوث الصدمة مم. ربنا عامل ده كخط دفاعي عشان الانسان ما ينهارش، يقعد كده فترة كأنه لا مش معقول. مم. لا هو فكأنك انت بيتعاطى مم. الخبر او الكارثة بالتدريج، او مم. بتديها له كده في صورة ها، لا ده حلم، لا مش معقول، عشان ما يبقاش شيء المخ ما يقدرش يستوعبه، وبالتالي يأثر على وظائف الجسم مم. والإنسان ينهار. وده يوديني على المثال التاني اللي هنقول اوفر ولا اوكي. واحد على طول خايف من الفقد، يفقد امه، ابوه، اخته، اخوه، مراته، اولاده، جوزها، يعني عايش في حالة رعب من الفقد، وبالتالي بيمرن نفسه يوميا على انه فقد الناس دي، فبيفضل كل يوم خايف، عايش في خوف، مش قلق، ده مش قلق، ده خوف مستمر من الفقد. اوفر. اوفر، ها، على طول. رغم ان هو ممكن هو اللي يروح قبلهم كلهم مثلا، مثلا. بالإضافة إن هو ما اتبسطش بالحياة اللي هم موجودين فيها اه. بالوقت ده. اه. والأهم من ده هو إن هو عمال يتعامل ويتعاطى مع الخوف اللي هو ملوش أي يد فيه خالص. اه. يعني إحساسي إن أنا هفقدهم، مم. وبعدين مم. يعني هل ده نتج عنه إن أنت هتعمل حاجة في إيديك، تعمل حاجة مم. سواء تمنع الفقد أو تعجل بقى الفقد؟ من مم. ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل عند الناس اللي خايفة من الفقد، مم. إن هي بتسعى للفقد عشان خاطر ما تتعلقش، عشان بعد كده ما تخافش من الفقد. يعني بينهي العلاقة بدري بدري. يا اه
عشان هو خايف يتعلق بيها، عشان خايف بعد ما يتعلق بيها يفقد. يرجع يخاف بالظبط كده. مم. وده قطعا محتاج علاج. وانت شفت حالات كده طبعا ان كتير. انا مش عايز ادخل في العلاقة طبعا عشان هرتبط بيها جدا، طبعا وانا مش قد ان انا ابقى مرتبط طبعا فاخسر الشخص ده طبعا فبنقصه. طبعا. وده سببه ان المايند سيت بتاعنا في التعاطي مع الحياه فيه مشكله، لان الحياه حقيقه بنعيشها، صح؟ مم. ايه اهم حقيقه تانية موجوده مع الحياه؟ نهاية الحياة. اه. ببساطه شديده. مم. فازاي نتعاطى مع الاثنين؟ مم. احنا بقى ربنا بيمرنا في ده في حياتنا. اوقات نشوف امثلة. مثلا لا وحاجات بسيطه قوي، احنا النهارده مع بعض، احنا بكره نازلين اجازه ودول قاعدين هنا. طب ما هو ده درجه من درجات البعد شوية، البعد، الوقتي. الفقد الوقتي. مم. تمام، يعني تمرين جاية كلمة افتقدتك منها يعني. مثلا. فده تمرين للبني ادم، ان خلي بالك انت عايش في الحياه، تتبسط بيها تستمتع بيها جدا، بس ما تنساش ان انت نفسك هتسيبها في يوم من الايام، واللي حواليك كمان هم هيسيبوها. امتى الوقت ده مش مطلوب منك تفكر فيه، مطلوب منك ان انت تستمتع وتتبسط على قد ما تقدر بكل المعطيات اللي في ايديك دلوقتي، وسيب بكره لبكره. في مرحلة الفقد، لاني عايز ارجع للنقطة اللي انت كنت قلتها قبلها، اللي هو الدينايل، او كنا بنتكلم فيها ان احنا عندنا انكار للحاجة دي. احنا كل ما الواحد عاش اطول وربنا من علينا يعني بالحياة، كل ما شفنا في حياتنا كتير وفقدنا ناس، وفقدنا ناس قريبة، وفقدنا ناس أصدقاء، وأبعد وأبعد. فلما شفت بعناية لما في حد فقد شخص عزيز جدا عليه، وقعد بعد الفقد ده في مرحلة كده ساكت، الناس كانت تقول له ازعل، ما تقلقش، ازعل. اللي فيه علاقة ما بين الصدمة بعد الحدث والخوف قبل حدوثه. طبعا. لان كل ما الانسان بيعيش في المخاوف دي طول الوقت كل ما هو بيتخيلها من قبل ما تحصل، وبيحمل نفسه ازيد بكتير قوي من اللي هو يقدر يتحمله. كأنك عمال بتعيش الصدمات دي او الصدمة دي تحديدا، عمال بتسمعها بشكل متكرر طول حياتك. فانت متخيل بقى لما هي هتحصل، انت عندك كمية مخزون قد ايه مخزنه من المشاعر السلبية طبعا، ومن النظرة للمستقبل بعد الفقد هتبقى عاملة ازاي، في حين ان معايشة الحدث في وقته بيديله حتى الحاجات الكويسة، يعني حتى الحاجات الجميلة. يعني لو افترضنا مثلا ان احنا عندنا فرح، بنعمل بلان عام عايزين نعمل ايه في الفرح وكده، لكن اجمل لقطات واللي بترصدها الكاميرات وبعد كده نلاقيها ان هي يعني زي ما بيقولوا الهيت بتاعت اللي هي بتبقى الحاجات اللي ما كانش مترتب لها رياكشن لحد هنا، فاتخذت له لقطة فيديو او صورة، ونلاقي ان هي دي اجمل صور ما كناش مرتبينها خالص. صح. فمتعة الحياة هي في معايشتها ومعايشة الحدث سواء الايجابي او السلبي في وقته. لما ببقى طالع ايفنت وبيبقى معايا الكاميرا مان، فبقول له انا عايزك ما تصورش الناس وهم قاعدين، صور الانفعالات طبعا والتفاعلات، طبعا الاكشنز والرياكشنز. طبعا. في يعني في فيديو مثلا بيتعرض على السكرين، او في حاجه بتعرض على السكرين، او في واحد واقف يتكلم قال حاجه حلوه او بتضحك، بالكاميرا الحق بص على الناس، شوف اللي بيضحك من قلبه، ورينا الصوره. طبعا انا ما بشوفش حد بيضحك شكله وحش، كل الناس وهي بتضحك ده اجمل بوز هم بياخدوه، ضحكه طبيعيه مش مصطنعه. طبعا. في ناس بتخاف تضحك لا يقل من برستيجها، هو ده خوف. ده درجة من درجات الخوف، نتيجة نرجع بقى للفكرة المايند سيت اللي محتاج يتعدل. ان انا هفقد برستيجي لو ضحكت، صح؟ هخش معاك في سؤال تاني. قول لنا حاجة الناس بتفهمها غلط عن الخوف او ما تعرفهاش اصلا عنه.
بتفهمها غلط عن الخوف. عن الخوف، بتفهمها غلط عن الخوف. كتير قوي من الابهات والامهات مم. بيبقوا مش عايزين ولادهم يخافوا نتيجة ان هو شايف ان ده حاجة مش كويسة، عشان مم. كده بتيجي كلمة ما تخافش. مم. وبالذات في مجتمعاتنا الشرقية مم. الإحساس بأن الخوف ده مش من سمات الرجولة، ايوه مثلا. ده خالص، ده مفهوم خاطئ تماما. اه وده بيؤدي إلى أن البني آدم يكبت مشاعره طبعا. ويكتمها. اه تمام، فده نظرة غلط خالص عن الخوف، محتاجين ان احنا نغيرها. امال لو انا شفت ابني خايف اعمل له ايه؟ دي بقى الفكرة، لازم الأول أستوعب حقه في إن هو يخاف وفق المعطيات اللي عنده، اللي ممكن يبقى في كتير منها غلط. يعني اول سؤال اساله له ايه يا حبيبي اللي مخوفك؟ طبعا. تمام. الأول المشاعر لا تناقش، يعني ما اجيش أقول له، هو يقول لي أنت خايف فأبدأ أناقشه من الأول، أنكر عليه مشاعره دي. دي أكبر جريمة. أنت خايف، ماشي، أنا مستوعب إن أنت خايف. طيب خايف من ايه؟ تعالى نبدأ بقى نتكلم، مش في مش بناقش المشاعر هنا، بناقش اسبابها. اذا الخوف مهم ان احنا نقول انه شيء طبيعي جدا، واأكد على اللي قدامي ان اللي انت بتشعر بيه ده شيء آدمي وبشري جدا، حقك وفطري، حقك وحقه. بس تعالى نشوف اذا كنا نقدر اسبابه نعالجها، او بمعنى اصح نتعاطى معاها بشكل زي ما هي كده، ولا هي محتاجة تعديل في حاجات عشان درجة الخوف دي تقل. هل درجة الخوف دي موصلانا ان احنا بدأنا نخش في المنحنى، الجزء الثاني من المنحنى اللي هو هيبدأ البرفورمانس ينزل فيه، ولا احنا لا موجودين في الإطار الطبيعي؟ هو الخوف ده حاجة ممكن نتخلص منها نهائيا؟ الخوف المرضي اللي هو اللي بيؤدي للمشاكل لكن الخوف الطبيعي، القلق الطبيعي، لا، ده مش هنقدر نتخلص منه، لان اتفقنا ان هو ده اللي بيديك الدافع عشان خاطر انت تركز، تشحن همتك كده، تفوكس، تعلي البرفورمانس بتاعك. هو انت ازاي يعني، اشرح لي كده، في العيادة بيخش لك شخص بيشتكي يعني الحالة دي بتبقى عاملة ازاي؟ اكتر حاجات طبعا بتجيلي في العيادة البانيك، الناس اللي بتعاني من بانيك اتاكس، بعضهم بيجولي حرفيا من الطوارئ على طول، يعني بيبقوا طالعين لي العيادة وهم كانوا محتجزين في الطوارئ. طيب عشان الناس مش عارفة البانيك اتاك، ايه هي البانيك اتاك؟ نوبات الهلع. نوبات الهلع هي نوبات خوف شديدة جدا. يعني ده الابجريد بتاع او التطور بتاع الخوف. اعلى درجة من اعلى درجة الخوف. ان الانسان يدخل في نوبة هلع. نوبة الهلع دي بيحس فيها ان هو خايف جدا ان هيحصل له حاجة. في الغالب بيبقى خايف ان هيحصل له حاجة جسدية. ايه اللي بيودي الطوارئ؟ قلبه هيقف، مش قادر ياخد نفسه، بيبص في المراية يلاقي وشه اصفر، لو هو بقى كمان عنده خلفية طبية شوية وبيقيس النبض يحس ان نبضه عالي جدا. فكل ده بيبقى باكج كده، منيو بياخده ان انت هيحصل لك حاجة، فيروح الطوارئ عشان ياخد خطوة في انه انا هيحصل لي حاجة، طب الحق اعمل حاجة. وهل البانيك اتاك برضو هي بتأثر على التنفس؟ يعني طبعا. هو ممكن شخص مبيبقاش قادر ياخد نفسه، طبعا. فهو حقيقي مش قادر يتنفس بسبب نفسه، يعني هو شخصيا هو مفيش سبب طبي لا موقف النفس، لا. ده هو البانيك اتاك اللي موصله لكده. هي بتعمل له حاجه اسمها الهايبر فنتيليشن. ايوه، اللي هو صحيح. كده هو المفروض الهواء، يعني احنا قاعدين دلوقتي اهو احنا بيخش بنتنفس، بيخش ويريح كده في الرئه ويحصل تبادل للاكسجين وتاخد الاكسجين بتاعك. طب تخيل بقى لو انت بتنفس كده، ما بيلحقش، بتخش النفس هنا، وده اللي ساعات اللي بيخلي انا اعرف ان النفس لما تاخده بسرعه وفيري شورت ورا بعض ممكن يخلي الواحد يغمى عليه. ما هو ده نتيجه ان الاكسجين بيبدا ينزل، صحيح، والتاكيكارديا بتزيد. مظبوط. بس فهي دي الفكره، ان هو بيخش في حلقه مفرغه انه بيبقى خايف، فالخوف يعمل له زياده في التنفس، بعدين نبدا نخش بقى في الهايبر فنتيليشن، فيبدا في الاخر يحس ان هو عضويا جسديا مش كويس. وده بيتجلى بوضوح وقت الامتحانات. الشخص يخش على الامتحان مذاكر، هو اللطيف ان هو لما اللي بيبقى مش مذاكر ومستبيع ده ما بيوصفش ببانيك اتاك، لان هو ما عندوش قلق، لان هو اصلا ما عندوش حاجه يخاف عليها. صح. لكن اللي بيبقى مذاكر هو اكتر الناس يا عيني اللي خايف على مجهوده. صح، حقيقي. السؤال اللي جاي، تعالى هنعمل حاجه لطيفه جدا، نلعب لعبه تانية. انا هقوم بدور الشخص اللي محتاج مساعده وجاي لك في العياده، هو مش عارف هو عنده ايه، وهل هو
على الطريق الصح اصلا، انا جاي للشخص الصحيح، وانا كنت قعدت في بيتي معزز مكرم. ماشي. دكتور محمود، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، نورتني. انا عندي مشكله، الناس قالت لي اجيلك، بس انا مش عارف هو فعلا انت اللي هتساعدني ولا لا. شوف، انا ليل نهار بقيت الكلمه الحقيقيه اللي تعبر عني ان انا خايف. انا بصحى من النوم الصبح لازم اكلم بنتي واطمن عليها. هي مش عايشه معايا، هي في بلد تانية عايشه، مش متجوزه، لكن بتشتغل هناك. فانا بكلمها في التليفون، وفي فرق توقيت بيني وبينها 4 ساعات. فساعات لما بصحى الصبح واكلمها، وممكن هي تبقى في الشغل او كده وما تردش، ابقى مش عارف اعمل حاجه في اي حاجه في يومي لحد ما ترد عليا. فقلت يمكن ده يبقى شيء طبيعي ان انا بعاني من الموضوع ده عشان بنتي. بس لقيت نفسي بروح في حته تانية خالص، ان انا كلمت حد من صحابي وما ردش عليا، وفضلت قاعد مستنيه يرد عليا، ما ردش. فخفت يكون في حاجه، بصراحه خفت اكون عملت حاجه زعلته، فقمت باعت له رساله، ما ردش. ما احكيلكش انا بقيت عامل ازاي. انا يومي بقى انا مش عارف اركز في حاجه، ومش عارف ابعت له تاني ما بعتلهوش. طب هو جرى ايه؟ واجي اكتب رساله وامسحها. هو انت في حاجه؟ هو في شيء؟ يحصل بعد كده ان يكلمني مديري في الشغل، يقول لي انا عايز اتكلم معاك ضروري بكره الصبح. انا اسمع الكلمه دي ما نمشي لبكره الصبح، في كارثه هتحصل، في مشكله هتحصل. الفكره ان انا على مدار الفتره اللي فاتت اجي تقوم بنتي مكلماني، مالك يا بابا في ايه؟ انا كنت في الشغل، كنتش عارف اكلمك، وكان تليفوني ما فيهوش شبكه. الاقي اللي انا كنت ببعت له ان هو كان نايم، ولا هو الدنيا مفيش حاجه، مش زعلان ولا حاجه. الاقي مديري لما جيت ما تاني يوم كلمته، كان بيتكلم معايا ان في عميل عايز اكس واي كذا، وانا الوحيد اللي هعرف اساعد فيه. فبيتضح ليا ان انا في يوم في حياتي ضاع كله خوف. انا يا دكتور ما بعرفش انام، حقيقي ما بعرفش انام. ويا ريتني بتعلم، ده انا يجي اليوم اللي وراه او اليوم اللي بعده يحصل حاجات شبه كده، خصوصا بنتي، اكلمها يحصل مشكلة، يا بنتي انت فين، يا بنتي بتاع. فبقت هي، لو هي فين بالذي وانا رد، تسيب الدنيا كلها ولازم تيجي ترد عليا. فبقيت انا مسبب لها حالة من التوتر، تخاف عليا احسن انا لو هي ما ردتش عليا فانا اتعب. اعمل ايه؟ هل انا في المكان الصح اصلا، ولا ده شيء عادي يا دكتور، ولا اعمل ايه؟ لا طبعا في المكان الصح، كويس قوي. ان احنا جينا النهارده خدنا القرار ده لوحدنا، ولا في حد نبهنا؟ عايز الحقيقة، اخر مرة بنتي قالت لي بابا مش هينفع كده، مم. حقيقي مش هينفع كده ولازم تروح لدكتور. مم. وفي واحد تاني قال لي انت مش مؤمن بالله مم. و... وربنا، ومش مؤمن بالقضاء والقدر، مش مسلم يعني. ومش مسلم. صح، هي دي الكلمة مم. اللي يمكن قالها لي. فأنا بصلي وبصوم وبذكر ربنا قياما وقعودا ويعني ومؤمن باللي خلقنا، لكن في حاجة أنا مش قادر أتحكم في نفسي. مم. أنا فكرت مثلا ده مع السن، كل ما الواحد بيكبر كل ما يخاف أكتر، بس أنا مش عارف. طيب هو مبدئيا طبعا احنا عندنا مشكله في الخوف. الخوف ده زياده لانه شامل جوانب كتيره مختلفه في الحياه. حتى لو كان الخوف مع الابنه بس بهذا الشكل، ده في حد ذاته محتاج ان احنا نتعامل معاه بشكل افضل، ومحتاج ان احنا نشوف ايه سببه وايه سبب المشكله اللي فيه. عشان بنتي الوحيدة. ربما ده محتاجين نعرفه او نفهمه. لكن الاعراض اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي كمان مش بس اعراض خوف، لان هو في دايما توقع لشيء سلبي، لشيء
وحش ممكن يحصل، اللي احنا بنسميه التصور السلبي للمستقبل، وده احد الاعراض الخاصه بالدبريشن. كمان قله النوم بالليل. فاحنا ممكن نبقى محتاجين الاول ان احنا نعمل اختبار، نشوف هل احنا عندنا ديبريشن ولا لا، ولا عندنا ديبريشن وانكزايتي الاثنين مع بعض، ولا هو الانكزايتي لوحده. دكتور انا امراضي بتزيد هنا، انت عارف فيلم احمد حلمي. انا فعلا امراض، يعني هل معنى كده ان انا عندي كذا مرض؟ معنى كده ان احنا محتاجين نعمل سكريننج الاول. احنا من النهارده مستحيل ابدا لما حد يجي لاي دكتور مهما كان ان هو يقوم جاي مشخصه كده على طول من اول قعده او من اول فقره من الاعراض. لا، لازم نقيس ده ونحطه نيفالويت ده ونشوف درجه. لو افترضنا ان في ديبريشن اصلا، طب هو درجته قد ايه؟ لو افترضنا ان في انكزايتي، طب هي على انهي اسبيكتس؟ تمام. لان الانكزايتي متعدده جدا. ثانيا محتاجين نشوف هل بيجي لنا اوقات نوبات هلع ولا لا. يعني هل بيجي وقت الخوف ده بيزيد لو بنتي ما ردتش لدرجه ان انا ابقى مش قادر اتنفس وابقى حاسس ان انا هيجرى لي حاجه واضطر اروح الطوارئ ولا لا؟ ده مهم قوي. فاحنا محتاجين الاول نعمل اسسمنت عشان نقدر نعرف احنا فين، وبعد كده نبدا بعد التشخيص نقرر احنا هنعالج ازاي. بس انا كنت فاكر ان انا هنزل من عندك النهارده هاخد دواء هبقى كويس. دي مش مدرستي خالص. يعني انا مش هاخد دواء كويس؟ في ناس بتعمل كده. يعني في ناس ممكن بعد اول جلسه، بعد اول سيشن، تدي للشخص علاج ايمانا منهم بان هو على طول هو محتاج ده. لكن انا بعمل ده في حاله واحده بس، لما مثلا يبقى عندي مشكله نوم مزمنه، انا جاي لي يعني الشخص. انا ممكن اخد دواء آه. دلوقتي ينزلني يخليني زي الفل مش خايف من حاجه؟ خليك في اهدى. حبايه الشجاعه عندك خل... يا دكتور؟ مش عايز تكتبها لي؟ خليك اهدى شويه، يخليك اهدى. لكن مش هيعالج اسباب الخوف لو ما كانتش تعالج هنا. ومع الوقت الحبايه اللي ممكن تخليك اهدى دلوقتي، بعد 3-4 شهور الجرعه بتاعتها هنحتاج نزودها عشان تدي نفس التأثير، ثم نمشي بقى في طريق كده. يعني انت مش هتديني مع... حبايه الشجاعه؟ لا، عايزين الاول نعمل اسسمنت، نفهم ابعاد الخوف ده ايه، نفهم ليه احنا خايفين على بنتنا، نفهم انا ليه متوقع اخبار سلبيه من الشغل، ونفهم انا ليه قلقان على صديقي اللي هو بالمناسبه مش بعيد قوي عن موضوع بنتي، هما الاثنين تقريبا في نفس البول. فنفهم الاول ده ونعمل الاسسمنت بتاعنا. انا بسميه دايما قياس درجه الحراره النفسيه. يعني انا بقيس درجه حراره الجسم بالترمومتر، احنا عندنا اسسمنت تقيس درجه حرارتك النفسيه. وبعد لما نوصل لتشخيص واضح ونبقى فاهمين اسبابه، ساعتها نبدا نشوف احنا هنتعامل معاه ازاي. فده محتاج شويه صبر. عشان كده الطبيب النفسي محتاجين نديله وقت وما نستعجلش النتائج. يعني احنا محتاجين ندي محمود وقته وكل سايكاتريك محتاج ان هو ياخد وقته. هاجي لاخر سؤال، بس قبل ما اجي لاخر سؤال، لو انا في حلقه البودكاست دي خلاص، وده سؤال غير متوقع ليك انا عارف، بره الخوف خالص خالص، هاخدك في بص هركبك الطياره اوديك الناحيه التانية تماما. هتفاجئني. هفاجئك دلوقتي. الحلقه البودكاست دي ملهاش موسيقى بدايه ونهايه. عايزك يا محمود تقول لي ايه اللي انت شايفه اغنيه ينفع تتحط تتر النهايه او البدايه لحلقه البودكاست بتاعت النهارده؟ ده سؤال لطيف. يعني خليني الاول اخد انطباعي كده، مجمل انطباعي. خد نفس. ايوه. واخد نفس. أيوة. واستوعبه كده. ايوه. انا هروح لعمر خيرت. يعني احساسي بالقعده، احساسي بالكلام اللي احنا اتكلمنا انت فيه عشان اللقاء التاني هيوديه. لا بس ما اعتقد، مع ان احنا عدينا على رأفت الهجان في النص مثلا وكان عمار الشريعي. لا، مجمل القعده في الاخر هيوديني لعمر خيرت. و هيوديني يوديني حاجه من مقطوعاته الشهيره اللطيفه، اللي هي حاجه كده مثلا زي ضمير ابلة حكمة مثلا. عفوا ايها القانون. مش نهر الخوف يعني؟ لا مش نهر الخوف خالص. لا ما انا قلت خوف وعمر خيرت فيبقى نهر الخوف. لا، حاجه من الحاجات اللطيفه اللي هي يكون في الاخر نهايتها بتنتهي كده المقطوعه دايما كده، والانسان حاسس ان هو بقى مبسوط. ماشي، نخش بقى السؤال الاخير. لسه في سؤال؟ ما انا قلت لك هو في سؤال اخير، بس هسالك قبله حاجه اوت اوف ذا بلوز كده، فاهم؟ طيب السؤال الاخير،
انت اللي هتسأله. انت عايز تسأله للناس في الكاميرا، اوكي. عايز تسأله في المطلق، عايز تقول حاجة للناس آه، تاخدها من الحوار ده كله، تاخدها يعني زي ما بتدوم بونبونايه كده، شوكولاتايه ملفوفه بشيك، تقول لهم اتفضلوا. فايه اللي انت عايز تسيبه للناس يستفيدوا منه لو هم ما سمعوش كل اللي احنا قعدنا نقوله كل ده، ولكن عايزين الزتونة في الاخر؟ اوكي، خليني اتفضل ابص معاك للكاميرا. هنا. طيب ايوه. خليني اقول للناس بشكل عام، انت كنت زمان بتسافر كتير وكنت مبسوط برحلات الطيران قوي وكنت بتستمتع بيها. فجأة بقالنا معرفش سنة، سنتين، 5 سنين، بقت رحلات الطيران دي ضاغطة جدا علينا وبقينا مش عارفين نعيشها زي ما كنا بنعيشها قبل كده. السؤال هو ايه اللي اتغير؟ ايه اللي دخلني في الحالة دي؟ ليه انا كنت زمان ببقى مبسوط وليه دلوقتي انا بقيت خايف؟ السؤال ده يعني اعتقد ممكن ناس كتير ترتبك في الاجابة عليه. بس هو الإجابة هي هل أدي للناس الإجابة دلوقتي على طول ولا أسيبهم يفكروا فيه؟ ما تسيبهم يفكروا فيه. أسيبهم يفكروا فيه، صح اه كده؟ بس قوله لي انا بعدين بقى. حاضر. شكرا ليك يا محمود، اتمنى ان تكون النهارده حاجه مختلفه. جدا. قلناها بشكل مختلف، الاسئله هي بتتسال في كل مكان، ولكن الفكره كلها ان احنا حبينا انا وانت ان احنا نعمل حاجه مختلفه ونشوف رد الفعل ايه. القعدة كانت لطيفة قوي وأتمنى إن يبقى في قعدة تانية. ان شاء الله. اتمنى ان ده يكون حاجه مختلفه، و... وان شاء الله يبقى في بينا حلقات تانية كتير. شكرا لكم.